السلام عليكم خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. توحشتكم بزاف بزاف. اش تعاودوا؟ كي دايرين؟ هانين؟ كلشي مزيان؟ المهم البنات غادي نشارك معكم ان شاء الله هذا النهار هذا. كما خواتاتي غادي دوزوا معايا هذا النهار اللي معايا شيماء بنت عمتي جات معايا باش غادي دوز معايا العطله، حيت انا ما كنتش في داري، عاد جيت وجات معايا شيماء. المهم البنات غادي دوزوا معنا هذا النهار. غادي ندير دابا، غنوجد معكم دابا الغديوه ديال اليوم اللي غادي ندير فيها البيبي، يعني لاندين من الفخذ. يعني كيجي زوين البنات وكيجي فن، يعني كيجي بحال اللحم تقريبا. يعني لا ما عرف شحال من واحد يعني ما كيحبوش اللحم، ما كيصاحبوش بيبي، هو راه غير يعني هو غير بيبي، يعني ماشي يعني شحال من واحد كيصاحبوا اللحم. صافي البنات بالنسبه للنصيب ديالو عادي بحال اللحم تماما. غندير الملحه، البزار، السكينجبير والخرقوم البلدي وشويه ديال الفلفل الاحمر، شويه القرفه، شويه زيت العاديه وزيت الروميه. وغادي نحك عليه واحد 2 فصوصه ديال الثوم. من بعد غادي نضيف ليه حتى الربيع. صافي غادي نخلي هادشي يتقلى مزيان. بعد ما يتقلى ليا غادي نضيف لهم هكا واحد 2 بصيلات اللي غادي نكون ديجا هكا شلطتهم. صافي غادي نخلي كلشي يتقلى. ومن بعد غادي نضيف لهم هكا داك الماء اللي غادي يطيب ليا فيه. صافي وغادي نسد عليه عادي كيف ما قلت لكم بحال الطياب ديال اللحم تماما. دابا يتقلى. من بعد غادي نضيف ليه بصيله اللي انا قطعتها يعني وغادي نضيفها عليه. صافي غادي نخليه هكا يتقلى شويه وصافي وغادي نرويه شويه بشويه ديال الماء ونسد عليه. المهم البنات راكم عارفين يعني بحال ديال الطياب ديال اللحم تقريبا، يعني بحالو. صافي وصراحه كيجي زوين هاد لاندين هذا، ولكن هذا يعني من الفخذ، يعني ماشي من المهم يعني من الفخذ كيجي بحال اللحم تقريبا. وبعد ما تغدينا خواتاتي جيت لبيت الكلاس اللي كنت انا ديجا قبل ما نسافر. كنت صبنت الطلامط وصبنت هذاك الزريبيه. صافي دابا غادي ندوز غير باش غادي نخرجوا كيف ما شفتوا شيماء راه كتعاونني فيه. غادي نخرجوا كاملو وغادي نسيقوا نحك هكا الحيوطه ونحك الشراجم حتى هما ونغسلهم. صافي من بعد غادي نفرشوا.
بعد ما سالينا فرشنا البيت لوكلاج وسالينا منه، دزت هنايا للثلاجه اللي غادي نغسلها، غادي نحيد منها كلشي، غادي نخويها وغادي نغسلها، وباش غادي ننظمها بدوك المنظمات اللي كنت شاركت معكم في داك الفيديو. وصافي البنات كملت هكا يعني الترتيب ديال الغسيل ديال الثلاجه. بغيت نشارك معكم هنا يعني كيفاش نظمتها، هاد المنظمات اللي صراحه زوينين. المهم البنات هنايا خليت هذيك الطاجير خاويه، يعني هكا يعني شي حاجه شاطت ليا ولا شي حاجه كنديرها تما كيف ما شفتوا راني دايره داكشي اللي شاط ليا. هنايا درت هاد الشبيكات هنايا، وحده درت فيها الفرماج، درت فيها الجبن. المهم هنايا كيف ما قلت لكم غادي نزيد هنايا جوج ديال الشبيكات اللي باقي ما خديتهمش، غادي نزيدهم ان شاء الله. وديك الشبيكه اللي في القنت درت فيها سايا غير دانون وبيموات، يعني داكشي اللي كيكون لي بسكوي وهكا يعني اللي كيكونوا صافي. وهنايا بالنسبه لهاد الطبقه هذه درت فيها سايا يعني جمعت لي 4 شبيكات كيف ما شفتوا. وحده درت فيها خاصه غير بداكشي ديال الحلوى، وحده هي يعني تقريبا زوج خاصين بغير بداكشي ديال الحلوى. هنايا كانت غير ديك الخضيره اللي كانت عندي درتها هنايا، حيت باقا يعني باقا ما تقديتش، عاد جيت وهذا مازال ما تقديتش. المهم هذه درت فيها الديسير كيف ما شفتوا معايا. وصافي لتحت درت هاد الشبيكات هادو اللي طوال، هذه درت فيها البصيله ودرت عفوا درت فيها مطيشه. هذه خليتها غير هكا يعني داكشي ديال الخبز مسمان كاع داكشي اللي كيكون عندي. وبالنسبه للمجلد الحساني خليته خاص يعني تا هو غادي ندير فيه غير الخضره. هنايا دايره غير بطاطا وخيزو، يعني هادشي هو اللي متوفر عندي. كيف ما قلت لكم راني باقا ما تقديتش يعني. المهم صافي يعني عجبوني صراحه المنظمات، نظموا لي الثلاجه مزيان وكتبان هكا يعني كلشي واضح وكل حاجه كاينه في بلاصتها. بالنسبه للباب غادي تشوفوه خليت الطبقه الفوقانيه خاصه غير بالبيض، وهذا درت فيها هكا يعني غير الرضاعه ديال ولدي والكاس ديالو دائما كنخليهم في الثلاجه. صافي هنايا درت هنايا غير لي صوص اللي عندي. المهم كلشي درتو هنايا. هذيك الطاجير هذاك المجير هذا خليته خاص غير بالدوايات وهذا صافي. وهاد البصل الاخرى خليتها يعني خاصه غير هكا بالعصير ولا هذا الحليب مايونيز كيف ما شفتوا والخل. المهم البنات شاركت معكم يعني كيفاش نظمت هكا الثلاجه. عطيتكم يعني افكار بسيطه صراحه. دوك المنظمات زوينين وشكل ديالهم يعني حسن النظره فيهم زوينه، كيديروا هكا واحد الديكور زوين للثلاجه. المهم البنات كانت هذه الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم، تكون دوزتوا معنا وقيته زوينه، ونكونوا يعني نكون كنت خفيفه عليكم. وصافي البنات غادي نخليكم دابا الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه. وكيف ديما خواتاتي ما تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه. بالنسبه للناس اللي اول مره يشوفوا قناتي كنقول لك اختي ما ترديش تشتركي عندي في القناه، ضغطي على الزر الاحمر تابوني او اشتراك وفعلي الجرس الصغير اللي حتى زر الاشتراك باش تبقاو دائما تواصلوا بجديدي. خواتاتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. السلام عليكم.